عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. اهلا وسهلا بكل حد جديد دخل القناة، منوريني ومشرفيني. واهلا وسهلا بكل حبايبي اللي معايا من الاول. وحشتوني كلكم. انا جاية معايا كشكول فاضي، مش كاتبه في اي حاجة، كلام هيطلع من دماغي وهكتب شوية حاجات نقراها مع بعض. فيديو النهاردة عن نماذج حية. تمام، نماذج حية، حاجات حواليا، عشان كده انا هتكلم عنها من غير تحضير. هنشوف بتعمل ايه النماذج الحية دي ووصلت لايه، واحنا قاعدين عمالين نعمل ميزانيات ونخطط ونكتب جداول ونقول هنحوش 200 جنيه في الشهر، وفي الاخر ما بنوصلش لحاجه. ايه النماذج الحية دي؟ طبعا مش هذكر اسامي، هم معارف، يعني مش قرايب من الدرجه الاولى ولا حاجه، هم معارف. واحده عايزه تروح مشوار معين، المشوار ده ممكن يطرح له بحاجه من اتنين: يا اما تركب مواصلتين ما بينهم مشي بسيط 3 4 دقايق عشان توصل للمكان اللي هي عايزاه، يا اما تركب تاكسي مره واحده وتوصل للمكان اللي هي عايزاه وهي مرتاحه وكل حاجه تمام. المواصلتين تقريبا يعملوا من 8 ل 10 جنيه، وفي مشي في النص. فسالتني: تفتكري اروح المكان الفلاني ازاي؟ اركب من هنا للحته الفلانيه وبعدين امشي وبعدين اركب من الحته الفلانيه للمكان اللي انا عايزاه، ولا اركب تاكسي مره واحده؟ انا شايفه، او كان ردي: اركبي تاكسي مره واحده. يعني بدل ما هدفع 8 جنيه مواصلات وهمشي في النص، طب ما انا اركب تاكسي ب 20 جنيه واشتري دماغي والدنيا حر وشمس وقرف وصيف. اما مره واحده في ايه؟ يعني هي ال10 جنيه دي هي اللي هتعمل؟ المهم، اللي كانت بتسالني كانت قاعده معايا هي ومامتها. رد مامتها ايه؟ وفين رجليكي؟ استغربت، الله، هو ايه اللي وفين رجليكي؟ ما بدل ما تركبي من هنا للمكان الفلاني وبعدين تمشي وبعدين تركبي للمكان الفلاني، امشي للمكان الفلاني واركبوا مواصله واحده. قلت يا لهوي يا خرابي، هتمشي ده كله؟ ده مشوار جامد جدا. ده انا صعبت عليا من الشمس والحر والصيف انها تمشي 5 دقايق من مواصله لمواصله. تقوم مامتها تقول لها تمشي ده كله؟ ده مسافه مسافه مسافه. بالفعل نزلت ومشت المشوار ده كله في عز الحر، في عز نقحة الشمس، الساعه 12 الظهر، 12 الا ربع، ووصلت بحيث انها تركب مواصله واحده بس 4 جنيه عشان تروح مشوارها. خلصت مشوارها ركبت ال4 جنيه تاني، قامت راجعه نفس المشوار ماشيه تاني. يعني كلفت من المشوار كله 8 جنيه رايح جاي. لو كانت ركبت المواصلات كانت كلفت 16 جنيه. خدوا بالكم، هي ركبت اصلا بالفعل ب 8 جنيه. لو كانت ركبت المواصلتين كانت هتروح ب8 وترجع ب8، يعني 16 جنيه. هي ما اختارتش دي. لو كانت راحت بتاكسي ب20 ورجعت بتاكسي ب20 وكانت مرتاحه ومفيش شمس ولا غيره ولا قرف، كانت ركبت ب40 جنيه. برضو هي ما اختارتش دي. هي اختارت تدفع 8 جنيه بس وتتعب نفسها وتعرق، وعادي الدش موجود لما ترجع تاخد دش. ده نموذج. تاني نموذج، انا ده مثال انا هجيبه عليا انا بس، هو في ناس تانية عملته يعني. انا رايحه مشواري ده ليه مواصلتين: يا اما اركب مواصله تكلفني 8 جنيه وهوصل قبل المكان اللي انا عايزه اروحه ده 5 دقايق مشي، يا اما اركب مواصله تانية توصلني عند المكان اللي انا رايحاه بالظبط 9 جنيه. يبقى انا عايزه اروح مشوار او اوصل لمكان، المكان ده ليه مواصلتين: يا اما اركب مواصله ب8 جنيه وانزل قبل المكان اللي انا عايزاه ب5 دقايق وامشيهم، يا اما اركب مواصله ب9 جنيه تنزلني قدام المكان بتاعي. انا لو راح المشوار ده هركب اللي ب9 جنيه وانزل قدام المكان بتاعي، بدل ما امشي ال5 دقايق انا دفعت جنيه. الجنيه ده مش حاجه، مش حاجه خالص. احنا بنلم الجنيه من على الارض زي ما قلت لكم ومحوشين وبنعمل حصاله جنيهات. لا، في غيري بقى
بيقوم راكب ابو 8 جنيه ويمشي ال5 دقايق، اصل الجنيه ده بيفرق. كنت اقعد اقول لنفسي الجنيه بيفرق في ايه؟ يعني هو الجنيه ده هيعمل ايه؟ اقول عادي، طقوس، كل واحد حر. ده نموذج تاني. انا مثلا عايزه اشتري النهارده سمك مشوي، بتصل باللي انا بجيب من عنده سمك، ايا كان بقى اللي بجيب منه مين. سالت على اسعار السمك المشوي، انا بحب نوعين معينين، اقوم اختار النوع الارخص. تمام، جميل، ده كلنا بنعمل كده عادي جدا. اخترت النوع الارخص، تمام. طيب سعره يناسبني ان انا ادفعه النهارده، او انا كنت محدده هدفع النهارده في السمك السعر الفلاني، هجيبه. اغلى من اللي انا كنت عايزه ادفعه لو ب5 جنيه، والله ما هجيبه، مع ان 5 جنيه وانا بحب النوع ده، وكده كده كنت عايزه اكل سمك، بس طالما هو اغلى ب5 جنيه والله ما هجيبه. طب لقيته بالسعر اللي انا عايزاه وعامله حسابي عليه، لو انا بالفعل او كده كده عندي مشوار هعدي استلم السمك، ما عنديش مشوار وقاعده في البيت، عمري ما اتصل ببتاع السمك واقول له هاتهولي دليفري ابدا. ايه رايكم؟ يعني انا هجيب نص كيلو سمك مثال، نص الكيلو السمك ده بالسعر اللي انا عامله حسابي عليه، انا النهارده هجيب سمك ما يزيدش عن 100 جنيه، لو قل ب105 مش هشتريه، طلع ب100. لو انا كده كده خارجه او ورايا حاجات اشتريها، اوكي هروح اشتريها واجيب السمك معايا. لكن انا مش خارجه ومش هشتريها، مش هتصل بتاع السمك اصلا عشان ما اطلبوش يجيلي دليفري اصلا وادفع 10 او 15 جنيه دليفري. ادي 3 نماذج، نموذج ونموذج ونموذج. نموذج رابع، يلا عشان تتبسطوا. نموذج رابع، اي حاجه اشتريها لازم افاصل فيها، لازم. لو هشتري حزمه خضره وقال لي ب5 جنيه، لازم اجيبها ب3 او ب4. لو ما قلتش لحد 4 وانا محتاجه الحزمه دي جدا، انا النهارده هعمل عجه، لازم الحزمه، ما عنديش خضره ولازم اجيب خضره. هل انا هاجي على نفسي وادفع ال5 عشان اجيب حزمه الخضره؟ والله ما هي جايه، والله لو مغيره الاكله وما تجيبش حزمه الخضره عشان الراجل ما نزلهاش ل4 جنيه، تغير الاكله كلها، او بلاها خالص العجه، مش مهم ان شاء الله عنهم اكلوا عجه. انا 4 نماذج، انا النماذج دي كلها حصلت قدام عيني، كنت بقول في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط. هي الناس دي هي اللي غلط ولا انا اللي غلط؟ ده انا بحاول اوفر، طلع 200 جنيه على جنب، لا هدخل في جمعيه، لا مش عارف ايه، ماشي بحاول اوفر، بس مانيش ماشيها بالجنيه ونص جنيه. وقعدت اقول الناس دي غلط، تمام. انا لحد وقت قريب جدا كنت بقول الناس دي غلط وانا اللي صح. نزه نفسك، يعني ان ما كانش القرش ينزه صاحبه لازمته ايه؟ يعني انا اقعد اهين نفسي علشان انزل جنيه في حزمه خضره، هيعمل لي ايه الجنيه؟ انا امشي مشوار له العجب ما يقلش عن 3/4 ساعه مشي رايح و3/4 ساعه مشي جاي في عز الحر والنقره، عشان خاطر اوفر 8 جنيه بدل ما اركب ب16 مواصلتين رايح مواصلتين جاي، اركب مواصله واحده رايح مواصله واحده جاي. نفسي في سمك عشان ما ادفعش دليفري ما اجيبوش، رايحه مشوار وهمشي 3 4 دقايق واركب، لا انا اركب بقى اللي يوصلني قدام المكان على طول. ايه لازمتها ال3 4 دقايق امشيهم؟ ما انا لسه هقف وهعمل هيبقى ورايا بلاوي في المكان اللي انا رايحاه. قعدت اقول الناس دي كلها غلط، بس انا اكتشفت اكتشاف ان انا اللي غلط، طلعت انا اللي غلط. يعني انا قلت ماشي احنا بندبر، ماسكين نفسنا، ممكن نخرج مره في الشهر عشان خاطر ما نصرفش كتير، مش كل شهر هجيب اللي نفسي فيه في الهدوم، مره دي اجيب طرحه اعدي شهر ما اجيبش، مره اجيب شوز اعدي شهر ما اجيبش، مره اجيب بلوزه اعدي شهر ما اجيبش. يعني الواحد بيصرف مش مقرط على نفسه قوي، وفي نفس الوقت يعني على قد ما يقدر بيحاول يدبق اموره، بس مش لدرجه الجنيه. اكتشفت ان انا اللي غلط، لان كل النماذج دي بنت بيوت، شطبت شقق،
جابت عربيات. ايه رايكم؟ ما شاء الله طبعا، ما شاء الله والله العظيم، لا قر ولا حسد، والمصحف ربنا يزيدهم. بلاش المصحف والله، عشان في ناس هتقف على كلمه والمصحف مع انها بتطلع كده يعني. ربنا يزيدهم ويبارك لهم. بس اكيد ده مش من الجنيه اللي انا يعني شفت ان اتوفر، ولا من ال4 جنيه، ولا من ال5 جنيه. لا، اكيد بقى على مر عمرهم جنيه على جنيه، 2 جنيه على 2 جنيه، 5 جنيه على 5 جنيه، 4 جنيه على 4 جنيه. كل ده عمل حاجه. الناس دي مرتبهم زي مرتبنا. آه، مفيش اي سفر، مفيش اي حاجه، يعني هو يا دوب المرتب زينا بالظبط. ومع ذلك ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدهم، عملوا بيوت، شطبوا شقق، جابوا عربيات، واحنا ما عرفناش نعمل اي حاجه من المرتب. سايباكم انتوا تقولوا رايكم، هم صح ولا احنا اللي صح؟ آه، تفتكروا احنا كان ممكن نبقى كده، او نقدر نبقى كده؟ تفتكروا احنا نقدر نبقى كده؟ انا قلت لكم الامثله او النماذج مش عشان النماذج، عشان احنا نفكر في نفسنا، نقدر نعمل كده ولا لا؟ اللي يقدر يعمل كده يعمل. دي حاجات بتجيب نتيجه فعلا فعلا فعلا. وبس. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.